كتبدا القصة ديالنا مع هويسو اللي كل ليلة كيضربها رجلها، في كل مرة كيضربها يجيب لها مجوهرات غالية. هويسو كانت عندها صديقة ديال الطفولة يونسو بطلة في رياضة الكونغ فو وكتعرف تدافع على راسها مزيان. خدامة مروجة تجارية في أكبر محل ديال المجوهرات في كوريا، حتى لواحد الليل اللي غيتفقوا يقتلوا راجل هويسو بجوج، وغتكون هذه هي الليلة اللي غيتبدل فيها كلشي. نبداو مع البطلة ديالنا يونسو اللي كانت خدامة في أكبر مول في كوريا في محل ديال السوايع. داك النهار كان عندهم حدث كبير، جا عندهم المدير وقال لهم أنا معول عليكم ديروا أكبر عدد ديال المبيعات اليوم. موراها غيجي عندها واحد السيد سميتو جين وباين عليه من الملامح ديالو صيني. قالت ليه أنا هنا باش نعاونك، واش عجباتك شي حاجة؟ قال لها بغيت هاد الساعة هادي اللي فيها الألماس. جبدتها وعطاتها ليه يقيسها. عجباتو الطريقه باش كتهضر يونسو، قال لها تبارك الله عليك باينه فيك كتحقي اكبر عدد ديال المبيعات في هذا المول، وانا من هضرتك عجبتني الساعه واخا انا ما كتعجبني حتى شي حاجه، يعني للاسف غادي ناخذها. قالت ليه يونسو غادي نقترح عليك ساعه اخرى، وقالت ليه باللي هاد الساعه اللي اقترحت عليك ما فيهاش الماس، ولكن الحضور ديالك هو اللي غادي يزيدها قيمه. من بعد مثلا نهار في الخدمه واحد من الموظفين غيقول لها باللي واحد الساعه غاليه ما لقاوهاش، مع غتشوفها يونسو غتعرفها هي الساعه اللي عطاتها الجين يقيسها. غتقول لهم ما تخافوش، هاد الساعه انا الوحيده اللي روجت ليها وانا الوحيده اللي غادي نتحمل مسؤوليتها. هنا غتقرر يونسو ترجع الكاميرات المراقبه، وفعلا غتلقى باللي جين كان خارج من الحمام ولابس ساعه في يديه. غتمشي تحقق من لائحه المدعوين، غتلقاه جا من طرف الرئيس، غتجيب العنوان ديالو وغتمشي عنده. هنا غنعرفوا باللي جين عنده محل صيني كبير. داك النهار غيعرض عليها يفطروا بجوج، ولكن يونسو غتقول ليه لا شكرا انا جيت ناخذ الساعه ونمشي. قال لها باللي الساعه حاليا ما عندوش، وباللي صيفطها لشي حد هديه وإلا عجباتو غادي ياخذ. قالت ليه باللي خاصو ضروري يعطيها شي ضمانه ولا شي حاجه اللي كتثبت باللي هاد الهضره اللي كيقول ليها بصح، وهذا الشيء اللي غيخليه يسيني ليها ورقه باللي غيرد ليها الساعه في قل من يوم واحد. هنا يونسو خلات ليه البطاقه ديالها باش يتصل بها ومشات. في نفس النهار غنشوفوا يونسو مشات تاكل دجاج في عربه ديال الماكله الكوريه. غادي يصوني ليها جين وغيقول ليها تجي عنده المحل ديالو بالضبط في الطابق الثاني باش يعطيها الساعه. هي ما تقتش فيه وخدات معها قرعه ديال المشروب باش تهرسها عليه الا بغى يأذيها. باش دخلت يونسو لقاتو كيلعب، ولكن هي كان همها الوحيد هي الساعه. باش عطاها ليها خداتها دغيا وبدات كتقلبها. قال لها ما تخافيش راه ما بدلتهاش ليك. قالت ليه اسمح لي ولكن خاصني ضروري نتاكد. هنا يونسو قالت ليه بصح ما بدلتيهاش، ولكن الساعه راها مضروبه واحد شويه من الحزام، يعني خاصك تشري الحزام ديال الساعه. قال ليها جين انا ما فهمتكش علاش كديري هذا المجهود كامل وانتي ماشي المديره. قالت ليه يونسو انا كندير هكا حيت هذه خدمتي، وثاني حاجه انا باغا نترقى فيها. قال لها اجي خدمي معايا وغادي نعطيك الدوبل ديال هادشي. قالت ليه البطله ديالنا لا شكرا انا عجباني خدمتي. فهنا جين قرر انه يسالي هادشي وشرى الحزام ب3 مليون وون كوري. النهار اللي من موراه غادي نشوفو يونسو في المول فرحانه حيت فكات المشكل ديال الساعه. هنا غادي تلاقى براجل صاحبتها واللي كان باغي ياخذ شي حاجه لمراته. قالت ليه يونسو واش اليوم عيد ميلاد هويسو؟ قال لها لا انا غير بغيت ناخذ لها شي كادو عادي ماشي شي حاجه. هنا عيطوا ليونسو حيتاش مرات شي واحد من العملاء المهمين ديالهم طاحت ومحتاجه المساعده. فاش شافتها قالت لها عافاك يونسو انا محتاجاك سدي لي السلسله ديال الكسوه. هنا غتكون الصدمه ديال يونسو حيت غتشوف ظهرها كله مضروب وفيه اثار ديال العنف. قالت لها انا عارفه كنتي الوحيده اللي مختلفه عليهم هنايا، داكشي علاش عيطت لك باش تعاونيني انا محتاجه ليك. هنا غيدخل عليهم راجلها، هي بكثره الخوف وقفات من مورا يونسو خايفه منه وكتسناها تعتقها. يونسو ما لقات حتى فكره باش تعتقها. هنا غتقرر انها تقول ليه باللي كاين عندهم شي موديلات جداد ديال الاحذيه وبغات تدي مراتو باش تقيسهم، ولكن هو عاقبها وقال لها انا ماشي اول مره كنجيو عندكم، انت عارفه مراتي شحال كتلبس في رجليها، صيفطيهم ليها للدار. هنا داها معاه وهي كتعطي ليونسو ديك الشوفه ديال كتسناها تعاونها ولا تعيط للبوليس ولا دير شي حاجه، ولكن يونسو ما قدرت دير والو حيت خافت من المدير ديالها. في نفس النهار غتوصلها 500 بطاقه تشري بها اللي بغات من المول هديه من عند. غادي تفهم باللي كيحاول يشري السكات ديالها. مورا الخدمه غادي نشوفو يونسو مشات تلعب شويه الكونغ فو باش تنسى شنو وقع. في نفس النهار بالليل غادي نشوفوها مشات تزور دارهم باش يحتفلوا بعيد ميلاد ماماها، ولكن غادي تلاحظ باللي ماماها مكتئبه خصوصا ان هادشي باين على وجهها.
بالصدفة يونسو ناضت تشرب بالليل وهي تسمع صوت ماماها كتضرب، مشات تدافع عليها وقالت لباها علاش كتضربها. هنا غتعرف يونسو ان باها مريض نفسي ودائما كيضرب ماماها، وهي تقول ليه واش عارف باللي بسببك وبسبب هاد العصا ديالك هاد السيده كانت غادي تنتحر فاش كنا صغار، ومن تما وانا عندي تروما وعقد نفسيه بسبب هادشي. النهار اللي من وراه غنشوفو يونسو وهي صايقة وهي كتفكر في نفس الوقت ذكرياتها مع صاحبتها هويسو اللي توحشتها بزاف، فغتقرر في نفس النهار تمشي تشوفها. صونت عليها في التليفون ولكن ما كتجاوبهاش، ولكن بالصدفة قصلها طرد، حلات الباب باش تاخدو وشافتها يونسو، ولكن هويسو سدات الباب دغيا ودخلت. دقات عليها وقالت لها يونسو واش ما بقيتيش باغا تشوفيني، ما بقيتيش باغا تدوي معايا؟ منين حلات ليها لقاتها مضروبة، وهادشي كيخلي يونسو وما تعرفش اشنو خاصها دير، حيت كاع الناس اللي دايرين بيها كيتعرضوا للعنف. مرات العامل في الاول، ماماها، دابا حتى صاحبتها، قررت انها تهرب من هاد المشاكل ومشات تشرب شويه باش تنسى. منين حلات عينيها لقات راسها في المكتب ديال جين. قال لها البارح عيطت لك باش تجي تركبي ليا الحزام ديال الساعه اللي بعتي ليا، ولكن جاوبني مول البار وقال لي بلي مولات هاد التليفون هذا راه غيبات بكثره مشربات وانا خاصني اللي يخلصني، فمشيت جبتك هنا وخلصتو. قالت ليه يونسو شكرا بزاف، انا غادي نعطيك داكشي اللي خلصتي وغادي نمشي باش ما نزيدش نبرزدك. قال لها واش ضربك شي حد حيت الليل كامل وانتي كتهضري على الضرب؟ قالت ليه بغيت نسولك عافاك شنو غدير الا عرفتي بلي شي حد قريب ليك كيتعرض للعنف؟ شويه حسات بلي السؤال ديالها بايخ وهي تقول ليه عرفتي شنو صافي غير نسى، ومشات بلا ما تسمع الجواب ديال جين. في الليل رجعت باش تركب ليه الحزام ديال الساعه اللي بعت ليه. موراها عرض عليها باش يتعشاو بجوج، وهما جالسين كيتعشاو غادي تشوف خبر انتحار مرات العميل اللي طلبات منها المساعده، وبلا ما تفكر خافت على ماماها وصاحبتها. عيطات لماماها، جاوبها خوها بلي راه ماماها في الحمام وما تقدرش تدوي معاها دابا. عيطات لصاحبتها هويسو ولكن هويسو ما كانتش كتجاوب، نضت وهي كتبكي وكتقول لتشين بلي هي سبب هذا الشيء اللي وقع، كان خاصها تقولها للبوليس وتعاون هذيك المراه قبل ما تنتحر، فدابا ما غتخليش نفس الحاجه توقع لصاحبتها ولا لماماها. قال لها جين بلي هاد السيده هذه غلطات فاش انتحر، عوض ما تقتل راسها كان خاصها تقتل راجلها. هنا يونسو غادي تمشي كتجري لدار صاحبتها، ومنين وصلت لقاتها فعلا كتحاول تنتحر. لقاتها وقالت لها علاش كتحاولي تنتحري؟ هويسو قالت لها خليني نموت ولا غادي يقتلني هو. جاوبتها يونسو لها علاش ما نقتلوش بجوج ونتهناو. وهنا غادي نرجعوا شويه بالوقت وغادي نعرفوا بلي هويسو حاولت بزاف المرات تهرب قبل ما تنتحر ولا حتى تفكر انها تقتل راجلها، ولكن كان ديما كيخليها حتى كتقرب تهرب وكيصيفط ليها تصويره ديال يدين ماماها وهو مقطع منهم شي جزء، وهي بطبيعه الحال كتخاف وكترجع. داك النهار بمجرد ما رجعت للدار لقات قاتل ليها حتى القطه ديالها، بقات كتبكي عليها ولكن سمعت صوت الباب كيتحل وخافت ووقفات، حيت الا لقاها كتبكي على القطه ديالها غادي يعطيها قتله العصا. هنا غنشوفوه كيضرب فيها، وفي كل ضربه كنشوفو هويسو طيح وكتعاود توقف حيت كان مانع عليها طيح الارض، ما كانش كيبغي يخلي الجيران يسمعوا الصوت ديال الضرب ديالو، فديما قبل ما يضربها كان كيخدم الموسيقى ومور ما كيسالي كيعطيها شي بوكي ديال الورد ولا شي كادو. هنا هويسو كنشوفوها خدات الورد وقالت ليه شكرا بحال ما وقع والو، حيت الا قالت شي كلمه ولا اعترضات على شي حاجه حنا كاملين عارفين شنو غيوقع ليه. هاد السيناريو كيتعاود معاها كل نهار، والوقت الوحيد اللي كتحس فيه بالامان هو الوقت اللي كيكون راجلها في الخدمه. هنا مور العصا اللي كلات البارح داها النعاس، ولكن من حلات عينيها لقات الوقت اللي كيجي فيه راجلها قريب، ناضت مخلوعه حيت مازال ما وجدتش ليه الماكله ويقدر يعاقبها على هذا الشيء، ولكن مع بدات حرقات يديها وفجاه جا راجلها ولقى يديها محروق. قال لها شنو كنقول لك على الممتلكات ديالي؟ كنقول لك ما كنبغيش الممتلكات ديالي تخدش ولا توقع ليها شي حاجه. قالت ليه اسمح لي ما غاديش نعاود. قال لها انا اصلا كنت باغي نركب شي حاجه. هنا غادي نشوفوا باللي كيركب كاميرات مراقبه في الدار باش يحضيها. هنا غادي يسالي الملخص ديال الحلقه الاولى. تسناوني في الحلقه الثانيه، ديروا لايك وفولو باش يوصلكم اي حاجه حطيتها. السلام عليكم.